كنا في المنتخب وجينا طالع من الاولمبي، تخيل اول مباراه نلعب مع بعض وما نعرف بعض، فشيء طبيعي هذا اللي حصل. كابتن، اعرف انك لا يعني تفضل ابد تقليب اوراق موضوع احترافك خارجيا، لكن الامير عبد الرحمن بن سعد قالها كاش بصراحه بانه هناك عرضين من فرنسا، وانه الفتره الثانيه ربما تعبر مباشره الى الدوري الفرنسي. هذا الشيء كيف الوضع؟ يعني كيف المفاوضات؟ كيف الامور؟ قال ربما. ها؟ قال ربما، مو اكيد. اي بس انه في عروض موجوده. شوف احنا من اول، وانا يمكن الكل قاعد الكل يعني كنت حديث الصيف، انت عارف هذا الشيء. وتستاهل. الله يخليه، يستاهل الطيب. فيمكن في ناس يمكن قالوا اسامه يعني يحاول انه يروح كبري، وفي ناس قالت اسامه لا كذاب، وفي ناس قالت مو مرتاح في الرياض. كنت تكلمت قبل كذا مع عندكم القناه الرياضيه بعد مباراه هجر، يعني الكل قاعد يتكلم وقاعد يحدد مستقبل. انا يعني اشوف مو من حق اي احد يمكن يحدد مستقبل احد، انه يحدد فلان فين يروح فلان فين يجي. يعني كل واحد له طموح، انا كلاعب لي طموح، اي انسان انت لك طموح، اي انسان له طموح، فمن حقه انه يحقق طموحه، وانا اتمنى اني احقق هذا الطموح. وان شاء الله يعني اتمنى اروح وبمباركه من رئيس نادي الهلال واداره نادي الهلال وجماهير نادي الهلال. يعني المشروع مطروح 100%، ربما في الفتره الثانيه ان نشوف في الدوري الفرنسي مثل ما قال اتكلم الامير عبد الرحمن. يعني ربما لسه يعني 50-50 الموضوع ما كذا، لكن انا كشخصيا اتمنى اني يعني احترف في اوروبا. شيء جميل صراحه. يمكن ما تتمنى انك تحترف في اوروبا. لا، انا اقول انك انت ان بقيت في الهلال فانت مكسب للهلال، وان رحت لفرنسا فانت بالتاكيد ستكون خير سفير للكره السعوديه. ان شاء الله تكون ان شاء الله يعني بيفيد نفسه ويفيد يعني الكره السعوديه، وان شاء الله نفتح باب لزملائنا اللاعبين. يعني الواحد الله وفقه تتجه الانظار اكيد للاعبين السعوديين زي ما حصل في كوريا واليابان قبل 4 سنين تقريبا. بالمناسبه انا ما اقدر احترف في اوروبا لاني ما اتكلم الا لغه عربيه بس. اروح مذيع يعني اي شيء. يلا يعطيك العافية. طبعا كان هذا هو حديث أسامة هوساوي المدافع الاتحادي، اللي أكد بأنه من الممكن فعلا يعني يضم يعني أو يعني أكد ما قاله عبد الرحمن بن سعد رئيس نادي الهلال للصحافة المكتوبة بأنه من الممكن أن ينتقل أسامة إلى الدوري الفرنسي في الفترة الثانية. عموما